تتدخل الإدارة الأمريكية بقوة في العديد من الملفات الشائكة حول العالم في مسعى منها للوصول إلى حل يحسب في خانة الإنجازات لإدارة الرئيس ترامب. آخر التدخلات الأمريكية وربما ليس أخيرها جاء في ملف غزة، حيث كان الاختراق المهم عبر اتفاق لوقف إطلاق النار طال انتظاره. قبلها وحتى الآن تسعى الولايات المتحدة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وأخيرا تلقي واشنطن بثقلها في الخلاف بين المغرب والجزائر في محاولة للتوصل إلى اتفاق بين البلدين. ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي للشرق الأوسط كشف عن اتفاق سلام قد يكون وشيكا بين المغرب والجزائر. ويتكوف قال في لقاء تلفزيوني إن فريقه يعمل حاليا على اتفاق سلام بين المغرب والجزائر، متوقعا أن يتم إبرامه خلال 60 يوم. فريقنا يعمل حاليا على اتفاق سلام بين المغرب والجزائر. في رأيي سيتم التوصل إلى اتفاق سلام خلال 60 يوما. أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال خطابه بمناسبة عيد العرش يوليو الماضي على تمسك المغرب بسياسة اليد الممدودة إلى الجارة الجزائر، وأكد على استعداد المغرب لحوار صريح ومسؤول حول مختلف القضايا العالقة بين البلدين، وحرصه على إيجاد حل توافقي لا غالب ولا مغلوب فيه. حرصت دوما على مد اليد لأشقائنا في الجزائر، وعبرت على استعداد المغرب لحوار صريح ومسؤول، حوار أخوي وصادق حول مختلف القضايا العالقة بين البلدين. وإن التزامنا الراسخ باليد الممدودة لأشقائنا في الجزائر نابع من إيماننا بوحدة شعوبنا وقدرتنا سويا على تجاوز هذا الوضع المؤسف، وبقدر اعتزازنا بهذه المواقف